ولا صباح الخير عليكم يا جماعه. النهارده هاخدكم معايا في مكان من اشهر الاماكن بتاعه تصنيع الميد ان ايطالي في ايطاليا. هتقول لي ايه يا ايمن، ايه الحاجه بتاعه الميد ان ايطالي اللي انت هتاخدنا فيها النهارده؟ زي ما انتم عارفين ان انا عامل سلسله عن موضوع الميد ان ايطالي في ايطاليا، بحكم اني عايش في ايطاليا، فبزور الاماكن المشهوره اللي بتصنع حاجات مكتوب عليها ميد ان ايطالي. من اهم الحاجات اللي مكتوب عليها ميد ان ايطالي في ايطاليا هي طبعا زي ما انتم عارفين دايما حاجات الاكل والشرب، لان هم مشهورين جدا بحاجات الاكل والشرب. النهارده هاخدكم معايا بقى في مصنع مونيني. ايه يا ايمن مصنع مونيني ده؟ مصنع مونيني ده اشهر مصنع بيعمل زيت زيتون في ايطاليا. دلوقتي بقى يلا نركب العربيه ونروح نشوف المصنع ده بيعمل ايه. انا هاخد المرحله بحالها بتاعه التصنيع، من اول الراكولتا، من اول الحصاد بتاع زيت الزيتون لغايه ما نوصل لمرحله الطحن بتاعه زيت الزيتون، وبعد كده مرحله كمان التعبئه التغليف. فلو انت عايز تشوف حاجه جديده يلا بينا، وما تنسانيش في اللايك والشير، ولو ما كنتش تابعت القناه اعمل سبسكرايب للقناه لو انت عايز تعرف كل حاجه عن ايطاليا من الالف للياء. يلا. دلوقتي بقى وصلنا للمنطقه بتاعه شجر الزيتون. من شجر الزيتون دوت بياخدوا الزيتون ويبداوا يحطوه في الصناديق اللي انتم شايفينها البلاستيك ديت. يلا بينا بقى نطلع نشوف الشجر ده شكله عامل ازاي. الموضوع كله كمان اللي انا وصلت هنا والمفروض نسيت ان انا هطلع عند شجر الزيتون اللي فوق ده، يعني انا هدوس في الطين، وطبعا ما عملتش حسابي ولبست الجزمه بتاعه التمبرلاند. تخيلوا لو كنت دخلت بقى في الطين وكنت طينتها. هو دلوقتي رايح يجيب لي جزمه عشان البسها، عشان اعرف امشي معاه حوالين شجر الزيتون عشان يشوف الدنيا فيها ايه. يلا بينا. دلوقتي بقى انا وصلت لشجر الزيتون عشان اشوف اول مرحله من مراحل عمل زيت الزيتون. طبعا اول مرحله طبيعي هتبقى ايه؟ صاد للزيتون. دلوقتي هنشوف طريقه جديده اللي هم بيستخدموها اللي هي الطريقه الحديثه، وهوريكم كمان الطريقه القديمه اللي هم كانوا بيستخدموها واللي بيسموها الطريقه المانوال. يلا نقرب بقى ونتفرج شويه. يلا بينا. وزي ما انتم شفتوا كده هو ديت المرحله بتاعه تجميع الزيتون. المكنه اللي انتم شفتوها ديت، المكنه اللي شغاله ورايا ديت، بتحط بتمسك الشجره، وزي ما انتم شفتوا كده بتنزل كل كميه الزيتون منها، وبعد كده بيبقى في 2 كمان شغالين ورا المكنه هم اللي بينزلوا الزيتون اللي ما نزلش من الشجره. تمام، يتاكدوا ان الشجره كلها فضيت خلاص، وبعد كده بيكملوا ويمشوا للشجره اللي بعديها. زي ما انتم شايفين كميه الشجر اللي حواليا دي كلها. يلا بينا نكمل. جورنا. دلوقتي بقى وصلنا للطريقه التقليديه. طبعا في طريقه كمان اقدم من دي، بس مش هي دي الطريقه اللي بيستخدموها دلوقتي. هم دلوقتي الطريقه اللي انا وريتها لكم الاول هي المكن، طبعا هي الطريقه السريعه اللي بينجزوا بيها. وطبعا المكنه اللي انتم شفتوها الاول ديت ما بتاذيش الشجره، لان طبعا مش قادرين تتخيلوا اللي هم ما يقدروش ياذوا الشجر اللي بيطلع لهم الزيتون، لان شجر الزيتون شجر صعب اللي هو يتزرع ويطلع الزرعه بتاعته تستخدم في فتره قليله. شجرة الزيتون عشان يبدأوا ياخدوا منها زيتون، والزيتون ده يستخدم في الأكل أو في الزيت، عايزة لها على الأقل 8 سنين. يعني لازم تكون اتزرعت وقعدت على الأقل 8 سنين. فمتخيلين قد إيه شجر الزيتون بيبقى مكلف جدا اللي هو يتعمل ويتزرع، لأن أنت معناه أنت بتزرعه وما بتستخدمش أو ما بتستهلكش الزيتون بتاعه غير بعد عدد سنين معين. تمام، فدي حاجه اكيد لازم هم يعتنوا بيها جدا. فالشجر ده المكن دوت مكن معمول مخصوص عشان ما يأذيش الشجر. الطريقه الثانيه بقى هي الطريقه اللي انتم شايفينها ورايا ديت اللي انا وريتها لكم من شويه،
هي الطريقه المانوال، بتبقى عباره عن شخصين بيقفوا تحت كل شجره بالمكنه الصغيره اللي هم ماسكينها في ايديهم دولت، ويبداوا يهزوا الفروع بتاعه الشجر. وطبعا مع هز فروع الشجر ديت الزيتون كله بينزل. تعالوا نقرب كده ونتفرج على شويه تفاصيل زياده. دلوقتي بقى طلعت لمنطقة عالية جدا. المنطقة ديت زي ما انتم شايفين كده كلها عبارة عن شجر زيتون. طلعني المنطقة دي مخصوص عشان يوريني الفرق ما بين الزراعات الحديثة لشجر الزيتون والزراعات القديمة. الحاجة اللي هو قالها لي كمان اللي هو الجايد اللي معايا اللي خدني اللفة الجميلة ديت، طبعا انا بشكر المصنع بتاع مونيني وعيله مونيني اللي هي ادتني البوسيبل اللي انا اصور الكلام ده كله. المكان اللي ورايا دوت معمول بالطريقه الحديثه عشان المكن يعرف يشتغل، وفي نفس الوقت عشان يدوا مساحه لكل شجره. كل ما كميه الطين تحت شجره الزيتون زادت كل ما الشجره نفسها طلعت زيتون احسن. تعالوا بقى نكمل بقيه اللفه عشان لسه في حاجات كتير تتشاف. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين بقى هو ده الشجر الزيتون اللي كان معمول بالطريقه القديمه. الطريقه ديت هي الطريقه اللي كان بيتزرع بيها زمان، زي ما انتم شايفين كده كلها على الهضاب. والمشكله كمان غير اللي هي على الهضاب ان في كميه حجر كبير جدا في الارض. تمام، عشان كده المكن ما ينفعش يعدي ياخد الزيتون اللي موجود على الشجر دوت، فلازم يستخدموا الحصاد بالطريقه القديمه اللي انا وريتها لكم. فده معناه اللي هو بيضر الشجره زياده، لان الشخص البني ادم لازم يتنيه يشد بايده كل حاجه، او بالمكنه الهزاز دي ينزل بايده كل حاجه. وفي نفس الوقت كميه الزيتون اللي بتطلع من الشجر اللي ورايا دوت بتبقى كميتها قليله جدا. تمام، بمقابل الشجر التاني اللي مزروع كاملا في الارض اللي الارضيه بتاعته كلها طين. تعالوا بقى نكمل عشان لسه في حاجات كتير عايزه تتشاف. هو ده بقى الفرق اللي انا بقول لكم عليه. دلوقتي شايفين شجر الزيتون كله معمول ازاي، مزروع ازاي. مزروع، الفرق ما بين الطرق بتاعته كبيره. شجره الزيتون نفسها زي ما انتم شايفين كده حجمها اكبر بكتير. تمام، عشان كده تطلع كميه زيتون اكتر. تعمل لتر زيت زيتون اكسترا فيرجن محتاج من 5 ل 6 كيلو زيتون، والزيتون بيتعصر بالبذره بتاعته يعني بالنوايا اللي جواه. تمام، تعالوا نكمل بقى ونشوف بقيه الحاجه. يلا بينا. بعد لفه الشجر اللي احنا شفناها الزيتون بقى بيتجمع زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بياخدوها في الصناديق البلاستيك ديت بنوصل للفرنتوي. الفرنتوي اللي هو المكان اللي بينطحن فيه الزيتون عشان يبقى زيت. اول مرحله بيدخلها هي المرحله اللي ورايا ديت. العلب البلاستيك اللي انت شفتها دي كلها بتدخل في المكنه اللي ورايا ديت. المكنه اللي ورايا ديت بتبدا هنا تصفيات تطلع منها الورق كله. تمام، لان طبعا متخيلين مع الزيتون بيقع الورق بتاع الشجر كمان، فطبعا عشان ما يدخلوش المكن ورق الشجر، المكان دوت بيشفط ورق الشجر كله. وبعد كده بيدخل بقى على المكنه اللي انتم شايفينها ورايا دي. المكنه ديت بتبدا تصفي ورق الشجر كله، وفي نفس الوقت المرحله بقى من الاخر خالص لغايه الفوق بتبقى مرحله الزيتون بيتغسل فيها. بيحاولوا ينظفوه على قد ما يقدروا.
وبعد كده بندخل بقى على المكنه اللي ورايا دي. تعال نقرب منها شويه كده. على بتاعه العصر، الزيتون بيتعصر في المكنه ديت زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بيدخل بقى على المرحله اللي بعديها. دلوقتي طبعا بقى بدل ادخل المصنع من جوه لازم البس الهدوم. هتشوفوني بشكل غريب، محدش يقعد يضحك عليا. عجبكم كده عشان ادخل اصور لكم حاجات غريبه لازم يبقى شكلي غريب كده؟ ينفع الكلام ده؟ ما تنسوش في اللايك بقى والشير. بعد المرحله اللي احنا شفناها الاول اللي هي مرحله العصر، تمام، الزيت الزيتون الخام بيجي في العربيات اللي انا وريتها لكم من قيمه دقيقه، وبيوصل لاول مرحله اللي هي المرحله اللي احنا فيها ديت. المرحله ديت بيجي بالعربيات يتفضى دايركت في خزانات هنا موجوده تحت الارض، تمام. الخزانات ديت مخصصه ومعموله مخصوص عشان الزيت الخام ينزل فيه. بينزل بقى ليه؟ عشان يبدا يطلع في المكن اللي انتم شايفينه ورايا دوت. اول واحده اللي هي المشيره اللي ورايا ديت مكان هو بيلف فيه الزيت نفسه دايركت عشان يبداوا يدخلوه لمرحله التصفيه، تمام، اللي هي المكنه الكبيره اللي انتم شايفينها ورايا ديت، عشان يبدا يتصفى ويتنقى من كل الرواسب اللي هي موجوده فيه. قالوا لي حاجه زي بيتصفى على حاجه زي الرمل كده، نوع من انواع الرمل. هوريكم الشبه بتاعه بعد ما يخلص يبقى شكله عامل ازاي. يبقى شبيه بكده، تمام. الزيت بينزل عليه بيتصفى منه عشان يشيل منه كل الرواسب. دلوقتي بقى تعالوا ندخل على المرحله اللي بعديها، يلا بينا. هنا المرحله اللي هما بيفتحوا الازايز نفسها، وبعد كده بتدخل بقى للمصنع نفسه جوه. اتمنى تكونوا سامعيني من قلب المصنع. المكنه اللي ورايا ديت بقى فايدتها ايه؟ المكنه اللي ورايا ديت بتاخد الازايز بتعدي عليها في كاميرا جواها بتبص داخل الازازه نفسها اذا كانت الازازه فيها وساخه او اذا كان فيها اي حاجه او مكسوره او حاجه زي كده، واذا كان الازايز تمام بتبدا تكمل وتدخل المرحله اللي بعديها. تعالوا ندخل نشوف ايه المرحله اللي بعديها دي. المكان اللي شايفينه قدامكم طبعا زي ما انتم شايفين ده لما بيحطوا عليها التيكت. وبعد كده اخر مرحله خالص بعد ما بيحطوا عليها التيكت ويلزقوا عليها اللزق تدخل على مرحله بتاعت كنترول. الكمبيوتر بيصور كل ازازه بتعدي بالرقم بتاعها عشان يتاكد اللي هي عليها عدت على كل المواصفات. في قدامي كده انا متابعهم اهمت. وبعد كده طبعا بيدخلوا على المكنه ديت اللي هي المكنه الحراريه بتنزل البلاستيك، وبعد كده تدخل على المرحله اللي بعديها مرحله التخزين زي ما انتم شايفين قدامكم كده. هنا بقى بيبداوا يخزنوا كل حاجه قبل ما العربيات بقى تيجي تاخدهم عشان يبداوا يودوهم لمرحله البيع. زي ما انتم شايفين يا جماعه المكنه اوتوماتيك عارفه هي هتوديهم فين. اللي انتوا شايفينه بقى المكان اللي انا فيه دوت انا جيته كان المفروض اوريه لكم من الاول، بس انا سالت سؤال غريب. قلت له الزيتون اول ما بيتاخد من على الشجر لازم تاخدوه فتره بسيطه جدا يكون مطحون يبداوا يخرجوا منه الزيت، تمام. طب كميه الزيت دي كلها بتروح فين؟ بتلحقوا تشغلوا المصنع على طول؟ يعني المصنع ما بيتنيه شغال على طول عشان يعرف يجمع؟ قال لي لا، بيتخزن في المخازن اللي احنا فيها دي. شايفين المخازن اللي انا فيها دي كلها عباره عن مخازن كلها زيت من جوه، تمام. شويه شويه كل يوم اوتوماتيك المكنه بتاخد من
المخازن ديت وبتدخل المصنع عشان يبدا يتحط فيه الازايز. تمام. بس هو ده السؤال الغريب انا استغربت. دلوقتي بقى هساله المكان اللي انا فيه دوت فيه كام لتر زيت وحجمه قد ايه؟ لانه يعتبر واحد من اكبر الاماكن اللي بتخزن الزيت في ايطاليا بحد. قالوا لي حوالي 5 مليون لتر زيت موجودين جوه هنا. فوالا، لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط اللايك وتعمل شير للفيديو. ولو انت اول مره تتفرج عليا، انا اسمي ايمن والقناه بتاعتي اسمها ايمانو فلوج. اعمل سبسكرايب، تابعني على الفيس لو انت بتحب تتفرج الفيديوهات على الفيس، او تابعني على اليوتيوب لان انا بنزل كل فيديوهاتي هناك. انا مش من النوع اللي انا بنزل فيديوهات كل يوم وكل اسبوع لا، انا بنزل فيديو كل رحله بعملها او كل حاجه جديده عايز الناس تشوفها. ودلوقتي سلام عليكم بالطريق الايطالي. تشاو.